يا جماعه احنا برضو ما زلنا في رويال. اتكلمنا قبل كده على الاصابات اللي بتيجي للمانجا. شايفين الورقه بتلمع ازاي؟ وقلنا الورق اللي بيلمع ده اهو، بص ايدي بتلزق اهو. الحشرات القشريه والباقي الدقيق لما بيصيب نباتات المانجا بيطلع العصاره بره. العصاره دي زي الدم اللي في جسم البني ادم. جميل. العصاره تطلع بره يتكون عليها فطريات اسمها فطريات العفن الهبابي لغايه ما الورقه تسود عندك وتبقى الورقه سودة. الورقه تبقى سودة خالص في شده الاصابه. عايز تشوف الحشرات القشريه اهي، الحاجات البيضة الصغيرة اللي في الورقة دي اهي اهي. شايف دي الحاجات البيضة دي اهي، هي دي الحشرات القشرية اهي. وضحت اكتر، حاجات صغيرة كده ملهاش 30 لازمة، ولكن يعني بص عملت ايه في الورقة اهي. نقلب الورقة هتلاقيها برضو هنا اهي، الكبيرة اللي في عروق الورقة دي برضو حشرات قشرية. طب تعال حاجة زي دي، الشجرة دي هنا بيشتكي بيقول لك الشجرة دي بص عاملة قد ايه هندسة وضخمة وهايجة ومايجة وما طرحتش. ما طرحتش ليه؟ هقول لك ليه. احنا قلنا النبات بيحتاج لمجموعة عناصر مش عنصر واحد. لما بغذي النبات على عنصر واحد زي النيتروجين اللي هو يعني اليوريا او النترات او السلفات، النبات بياخد نمو خضري ويبقى هايج ومايج وملهوش 30 لازمة اهو. هو الامور بس هي دي كل القصة. دي رقم واحد. يبقى انا تغذيتي على عنصر واحد يخلي النبات ياخد نمو خضري بس ما يطرحش. ليه ما يطرحش؟ لانك ما اديتهوش عنصر الخصوبة اللي هو الزنك. جميل. حتى لما يطرح هتيجي تقولي هو طرح بس الثمره مش مسكره، يبقى ما اديتوش البوتاسيوم. الثمره زي البرتقال مثلا ما فيهاش عصير كتير، يبقى ما اديتوش المغنيسيوم. الثمره مش واخده لون حلو يا محمد يا عامر، هقول لك ما اديتوش برضو البوتاسيوم، وهكذا. كل عنصر يا جماعه بيتحط للنبات ليه وظيفه معينه. ادي العناصر متكامله هتلاقي الشجره زي الفل. طب الخطا الثاني اللي في الشجره دي ان الشجره عمرها كبير وما اتعملش لها تقليم من ساعه ما اتزرعت. عمرها ما هتطرح كده. يعني عمرها ما هتطرح وهي شاخت كده. التقليم ده زي تجديد نشاط البراعم الحامله للثمار، حتى اسمه تقليم الاسمار. تقليم الاسمار ده حاجه اساسيه لابد منه، بيتعمل كل سنه. كل سنه بعد ما اجمع المحصول اعمل لها تقليم الاسمار، ما اسيبهاش تشطح كده وتروح للدور الثاني. ميعاد التقليم امتى؟ ميعاد التقليم الاسمار بعد الثمار، يعني بعد ما بتاخد المشمش على طول. مثلا دي شجره مشمش. جميل.